السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ النهاردة في الفيديو ده هنشرح استراتيجية الفوز في لعبة كراش او لعبة الطيارة، وازاي اللي انت تقدر تعمل منها فلوس كويسة. قبل اي حاجة ما تنساش تعمل لايك للفيديو واشتراك للقناة، وزي ما انتم شايفين انا رصيدي صفر عشان محدش يقول لا انا شغال ببرامج او شغال بفلوس. تاني حاجة عايز اقولها، يا جماعة ما حدش يبعت لي يقول لي انا هبعت لك فلوس والعب لي او كده، لا انت العب لنفسك. انا هوريك الطريقة بس من غير اي فلوس، انا رصيدي فوق صفر اهو. الاستراتيجية احنا دلوقتي بنلعب زي ما احنا شايفين الساعة 5:30 مساء. خلينا الاول بقى نشرح ونخش في الموضوع على طول. اللعبة زي ما احنا شايفين على الشمال تحت مكتوب مجموع الربح، في النص مكتوب مجموع الرهانات، اخر حاجة مكتوب عدد اللاعبين. اللعبة طالما الربح بتاعها كسر المليون، يعني طالما هي الناس تربحت من اللعبة اكتر من مليون، كده هي اللعبة خسرت. الدور اللي فات اللي خلص ده 600 الف. طالما اللعبة عدت المليون، اعرف ان بعد المليون او بعد ال2 مليون خسارة للعبة، هتفضل اللعبة تعوض خسارتها لمدة 5 ادوار متواصلة او 6 ادوار متواصلة. ادي اول دور زي ما بقول لكم اهو. يبقى انت تعرف هتحط رهانك امتى. تحط رهانك بعد ما اللعبة ترجع اللي هي خسرته. ادي تاني دور اهو، ولا واحد كسب. طبعا انا كلامي صحيح، وعامل بدل الفيديو كذا فيديو على الموضوع ده. والناس اللي مش متابعاني ومش مشتركة عندي في القناة اعمل اشتراك عشان تعرف الاستراتيجية الصح، بدون برامج وبدون هاكر وبدون اي حاجة. اهو مجموع الرهانات اهي 39 الف. هي كده اللعبة ابتدت تعوض خسارتها. هي مثلا كسبت الناس دورين 3 ورا بعض، خسرت في كل دور مليون، هي عوضت كده خسارتها. والدور ده برضو اعتقد هتفرقع فيه اهي 500 الف 700 800 مليون، فرقعت على مليون بالظبط. كده اللعبة خسرت 1,100,000. يبقى انت استراتيجيتك الصح انك تراقب، تشوف اللعبة بتربح الناس دورين 3 وتخسرهم لحد ما تعوض خسارتها اللي هي خسرتها اهو. في الدور ده اهو كنت لسه هقول لك، في الدور ده الصاروخ هيضرب. هي كده بتلاعب الناس. طبعا الوقت اللي احنا بنتكلم فيه ده وقت ذروة في اللعبة، الساعة 5 دي بتوقيت القاهرة. كل الناس بتلعب طبعا. دي الاستراتيجية اللي انا كنت عايز اوضحها. تاني حاجة هوضحها، لو انت لسه معانا في الفيديو بتكمل الفيديو للاخر اهو، بص الصاروخ راح 2,500,000 خسارة للعبة اهو. الصاروخ وصل 9:41، كده اللعبة خسرت 2,771,000. هنشوف ده اخر دور، وبعد كده هنقول الاستراتيجية التانية اللي انت تقدر تلعب بيها اهو. احنا قلنا الدور اللي فات هي خسرانة 2 مليون اهو، بتكسب الناس اهو. نفس الكلام 2,400,000. ده تاني دور على التوالي وناس كتير كسبت. يبقى انت لو بتلعب ولو لقيت الكلام ده كده، لقيت ناس كتير كسبت دورين ورا بعض، ما ترميش يا باشا لمدة 5 6 ادوار، اقعد اتفرج بس. ده الدور التالت اهو. فرقع الصاروخ، هيبتدي بقى يلم اللي هو خسره. انت مهما عملت انت بتلاعب ذكاء اصطناعي، مش هتعرف تسلك معاه. الاستراتيجية التانية بقى اللي هي عايز اتكلم فيها قبل ما نخلص الفيديو ونقفله. اختار الوقت اللي تلعب فيه، ما تلعبش في وقت ذروة، يعني ما تلعبش من 9 بالليل مثلا للساعة 3 الفجر اهو. برضو الصاروخ فرقع اهو. ما تلعبش من الساعة 5 المغرب مثلا للساعة 8 9 بالليل. العب في الاوقات اللي بتكون الناس فيها مش فاتحة. العب الساعة 8 الصبح، العب الساعة مثلا 6 7 الصبح.
العب في الفجر، فاهمني؟ اهو هو كده الصاروخ عمال يفرقع عشان يعوض خسارته. طبعا انا كده شرحت اللي عايز اقوله، فهمتك ايه الفكرة، ايه الاستراتيجية اللي انت هتلعب بيها. فهمتك انك ما ترميش وما تتحمسش حتى لو كسبت، ما ترميش على طول عمال على بطال، لا اتقل واعرف اللعبة ان كسبت الناس دور او اتنين او تلاتة ورا بعض فهي بتخسرهم 6 و7 ادوار ورا بعض. طبعا انا في نهاية الفيديو بشكركم، وما تنسوش تعملوا اشتراك للقناة عشان نشرح لكم كل الالعاب ويصلكم كل ما هو جديد. بشكركم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.